رياضة كمال الأجسام يلي هي تاني رياضة شعبية بالعالم بعد كرة القدم. تستقطب الأعمار، كافة الأعمار وخصوصا الشباب. هي رياضة لها خصوصية كتير حلوة، جميلة جدا، يعني منشطة وإلى ما هنالك. اليوم بدي أحكي بطريق طريق رياضة كمال الأجسام، الطريق تبعه. هل الطريق رياضة كمال الأجسام محفوف بالمخاطر؟ رح أحاول أختصر. شوفوا عزيزي، رياضة كمال الأجسام لها طريقين: طريق احترافي وطريق هاوي. انت هاوي يعني انت حابب تلعب الرياضة لنفسك، لذاتك، لجسمك، لقوتك، للياقتك. وطريق تاني انت بتختاره لحتى توصل فيه للمنافسات وللبطولات وتجيب وتحصد مراكز وميداليات وتعمل يعني تعمل خلينا نقول ألقاب. أوكي. فهي الألقاب اللي بدك تعملها ما في شيء ببلاش، ما في شيء إلا ما بدك تدفع ثمن. هل هي إلها أسرار؟ نعم إلها أسرار. أنت بدك تعتمد على سايكل الهرمون، بدك تتناول المنشطات، ما في مجال. لأنه أنت اليوم كلاعب كمال أجسام وبدك تنافس على مستوى محترفين ومستوى بطولات وتطلع بشكل طبيعي، فأنت ما راح تجيب أي مركز وما راح تستفيد شيء. لأنه ما معقول أنت تنافس ومنافسك آخذ وعامل سايكل. فلذلك كل شيء له ضريبة. هل تعاطي المنشطات إلى سايد افكت؟ طبعا إلى طبعا عوارض جانبية ممكن تأثر، ولكن طبعا انت اخترت هذا الطريق، انت اخترت هذا المشوار يلي انت بدك تحقق فيه ذاتك. هل ممكن هل انه معظم يلي بينافسوا برياضة كمال الأجسام يتعرضوا للموت أو يصابوا؟ طبعا لا، ولكن نعم ستصاب بأعراض جانبية، ما في مجال. فرياضة بناء الأجسام شوي لها خصوصية. نحن عم نحكي بهذا المجال مشان ننبه ونفهم الشباب، لأنه ما في حدا إلا ما عنده مؤثر بيتأثر بأبطال، بيتأثر بناس كبيرة على مستوى العالم والمحترفين، وبيحب يصير ويوصل للعالمية أو للدولية. لذلك بقول دائما انتبهوا. بدك تختار طريقك، اختار طريقك صح، اختار مدرب صح، امشي مشوارك بعقل وبحكمة. رياضة كمال الأجسام المنافسات فيها جوائز مالية. هيدول اسمهم محترفين، يعني بيتقاضوا مبالغ مالية كبيرة لقاء كل البطولات اللي بيقوموا فيها، كان مستر أولمبيا وأرنولد كلاسيك أو بطولات برو محترفين. فلذلك انت بدك تحسبها من كل الجوانب. هل البطولة هي اللي بدها تعود لك بمكاسب تكفي؟ هل هي تستحق هذا الشيء؟ فحبيت أعرج على هذا الموضوع، وإن شاء الله فيكم بمواضيع تانية. حبايب قلبي، شفناكم بخير.